بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للإطلالة معكم للحديث حول هذا الموضوع الخطير. صفقة القرن هي عبارة عن مشروع سياسي من أخطر المشاريع التي طرحت على مستوى القضية الفلسطينية منذ أن نشأت هذه القضية، وهذه الصفقة الحقيقة تمثل لنا خطورة بالغة جدا 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 فيما لو تحققت بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية ذلك قبل أيام بسيطة، وإن كان ملامحها والحديث عنها سبق ذلك بوقت طويل. الخطورة في هذه الصفقة وتقييمنا يأتي إليها من هذه الأبعاد الأربعة: أن هذه الصفقة في بعدها الأول تشطب أهم عنصر وثابت أساسي في القضية الفلسطينية، وهي قضية القدس وقضية الأقصى وقضية المسجد المبارك. وأنتم تعرفون أن هذه القضية بالنسبة لنا هي قضية عقيدة وقضية دين، لا يمكن التنازل عن القدس كمدينة وكعاصمة للدولة الفلسطينية، ولا يمكن التنازل عن المسجد الأقصى المبارك. فلا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون المسجد الأقصى المبارك، ولا معنى للأمة إذا فقدت مسجدها الأقصى المبارك الذي تهفو إليه ملايين المسلمين في أنحاء العالم. هذا العنوان الأول. للأسف الشديد صفقة القرن تشطب حقنا في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، وطرحت العديد من الإجراءات والسياسات التهويدية لهذه المدينة وللمسجد الأقصى من تهويد وتقسيم وإلى آخره. هذا البعد الأول. أما البعد الثاني وهو الذي يشكل خطورة كبيرة جدا في مشروع صفقة القرن، هذا المشروع السياسي لتصفية القضية الفلسطينية، هو شطب حق عودة اللاجئين. أنتم تعلمون أن الشعب الفلسطيني داخل فلسطين تقريبا 6 مليون 7 مليون، بين موزعون على قطاع غزة ومدينة القدس والضفة الغربية وأرض 48 اللي هي فلسطين التاريخية. لكن هناك 7 مليون أيضا آخر، 6 إلى 7 مليون آخر في الشتات والمنافي، وهؤلاء هم اللاجئون. صفقة القرن للأسف الشديد تشطب حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وإلى بلادهم. بمعنى آخر، الإدارة الأمريكية تقول، وبالتحديد ترامب يقول بكل جرأة وبكل صلافة وبكل وقاحة، أن هذا الفلسطيني الموجود في الخارج لا حق له في العودة إلى دياره وإلى بلاده وإلى ممتلكاته وإلى مزارعه وما إلى ذلك. أيضا هذا البعد الثاني. البعد الثالث وهو بعد خطير جدا في هذه الصفقة الحقيقة، هو أنهم ينفون سيادة الفلسطيني على أرضه، ويشطبون ذلك حقه في السيادة على أرضه وعلى مساحتها. مساحة فلسطين بالنسبة لنا تشكل فلسطين من البحر إلى النهر أو من النهر إلى البحر، وبالنسبة لنا هذه عقيدة أيضا، وهذه أرضنا وأرض آبائنا وأرض أجدادنا، وهذه أرض لكل الأمة صنعت وبنت أوقاف لها في تلك الديار المقدسة. وهنا بالمناسبة أذكر الأوقاف التركية والأوقاف العثمانية في تلك الديار المقدسة كثيرة جدا، وكان للدور العثماني سابقا حماية لهذه الأوقاف. فكيف يمكن أن نتنازل عن أرضنا وعن مقدساتنا وعن ممتلكاتنا كأمة وليس كشعب فلسطيني؟ هم يشطبون حق السيادة على أرضنا، بل بالعكس يضمون الأراضي أو المستوطنات التي موجودة في الضفة الغربية، يضمونها إلى الدولة بين قوسين الدولة الصهيونية، الاحتلال الصهيو أمريكي للأسف الشديد في هذه القضية. هذا البعد الثالث. البعد الرابع الحقيقة وهو بعد خطير أيضا جدا، أن شطب هذه الحقوق وهذه الثوابت لشعبنا الفلسطيني أيضا يريدون أن يهيئوا البيئة الاستراتيجية من حول الكيان الصهيوني، البيئة الاستراتيجية وكذا يهيئوها للاختراق الصهيوني من خلال إقامة العلاقات المباشرة ما بين دولة إسرائيل وبين الدول العربية. وللأسف الشديد هناك الآن الكثير أو بعض، خلينا لا أقول الكثير، بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية بدأت تخطو خطوات عملية باتجاه التطبيع وإقامة علاقات تطبيعية للأسف الشديد مع هذا الكيان الصهيوني. يريدوا أن يقولوا أن هذا الكيان الصهيوني إنما نحن زرعناه لكي يكون جزءا من هذه المنطقة. هذه خطورة الصفقة.
فتقييمنا لها أنها لن تمر بإذن الله تعالى، لأن أي صفقة في العادة تحصل ما بين طرفين، والطرف المباشر والطرف الأساسي لم يكن في الصفقة موجود، لم يكن الشعب الفلسطيني موجودا، لا على مستوى السلطة الفلسطينية ولا على مستوى حتى فصائل الفلسطينية ولا على مستوى حركات المقاومة. لم يكن الشعب الفلسطيني حاضر في هذه الصفقة. فكيف تنجح صفقة بين شريكين أو بين طرفين والطرف الأساسي غير موجود في هذا الموضوع؟ هذه خيانة، وهذه سوق نخاسة سياسية. أراد ترامب ونتنياهو باتفاقهم مع بعضهم أن يحلوا مشاكلهم الداخلية. ترامب عنده مشاكل داخلية في محاكمته في الكونغرس الأمريكي على استخدام السلطة وسوء استخدام السلطة، وكذلك نتنياهو لديه محاكم، سيحاكم أخلاقيا على بعض الرشاوى وبعض السقطات التي قام بها خلال الفترة الماضية. فجاءت هذه الصفقة للأسف الشديد جاءت في ظل الهوان العربي والهوان الإسلامي للأسف الشديد على مستوى الأنظمة وعلى مستوى القطاع الرسمي كدول ومنظمات. حتى جامعة الدول العربية لم تفعل شيئا تجاه هذه الصفقة إلا مجرد بيانات تنديد وشجب اعتيادي، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي للأسف الشديد التي قامت لحماية المسجد الأقصى. نحن نذكر في التاريخ القريب ليس البعيد أن منظمة المؤتمر الإسلامي حين كان اسمها كذلك إنما قامت من أجل أو بعد إحراق المسجد الأقصى من قبل ذلك الإسرائيلي الذي دخل إلى المسجد الأقصى وأحرقه. تداعت الدول الإسلامية وأنشأوا منظمة التعاون الإسلامي بتسميتها اليوم حتى يدافعوا عن هذه القضية وعن هذا المسجد الأقصى المبارك. فبالتالي بكل المعايير وبكل المواصفات هذه الصفقة لن تمر، ستفشل بإذن الله تعالى. المطلوب منا جميعا نحن على مستوى الشعوب، على مستوى الهيئات، على مستوى المؤسسات، على مستوى الائتلافات، على مستوى الأطر الشعبية والرسمية، عليها أن تضغط باتجاه إسقاط هذه الصفقة بإذن الله تعالى، لأنها فيها تصفية للقضية الفلسطينية، والله سيسألنا أننا ماذا عملنا لإسقاط هذه الصفقة. أولا نحن نرحب أيما ترحيب بهذا الحراك الشعبي الذي سيتم في مناطق مختلفة في تركيا، سواء كان في إسطنبول أو في ديار بكر أو في قونيا أو في غيرها من الأماكن، أو خارج تركيا في الدول العربية والدول الإسلامية. ونحن نتابع المواقف الشعبية في أندونيسيا وماليزيا والمغرب والجزائر وتونس وفي الأردن وفي غيرها من البلدان، تتحرك باتجاه فعلا شجب والتنديد والمطالبة الشعبية للسلطة الرسمية بإسقاط هذه الصفقة اتخاذ موقف أكثر شدة وأكثر وضوح لإسقاط هذه الصفقة، وعدم التعامل مع هذه الإدارة الأمريكية بشكل كامل، وعدم الهرولة باتجاه إقامة العلاقات التطبيعية العادية مع الكيان الصهيوني. هذا الحراك الشعبي نحن نباركه، ونوجه رسالة من خلالكم إلى هذا التجمع الذي سمعت عنه أنه سيكون تجمعا كبيرا في ديار بكر بإذن الله تعالى. نقول أن الحراك الشعبي هو أحد صمامات الأمان الأساسية التي لا بد أن تقوم بها شعوب الأمة. لماذا؟ لأن فلسطين ليست للفلسطينيين لوحدهم، وليست للعرب دون سواهم، وإنما هي لكل المسلمين، لكل المؤمنين، لكل المعتقدين بسورة الإسراء، وكل المعتقدين ببركة هذا المسجد الأقصى المبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعبده، لم يقل للتركي، لم يقل للعربي، لم يقل للتركماني، لم يقل للعراقي، لم يقل للأندونيسي، الماليزي، بعبده. وهذا العبد هو من عباد الله سبحانه وتعالى. نتمنى على هذه الهبات الشعبية أن تؤتي أكلها بإذن الله تعالى في الضغط على الأنظمة الرسمية. وهنا طبعا جميل في تركيا ونحن في تركيا نتحدث أن هناك في توافق بين القرار السياسي الرسمي وبين القرار الشعبي بفضل الله تعالى. هذا التلاحم نريد أن يعم في كل أماكننا وفي كل ساحاتنا وفي كل بلداننا. فنحن نبارك هذا الحراك الشعبي. أولا نطالب أن لا يكون موسميا، وإنما يكون مستمرا وبشكل دائم وبين الفينة والفينة، وأن يقوموا ببرامج إعلامية وبرامج سياسية وندوات، ويستغلوا أو يستثمروا هذه الفرصة لإحياء ثقافة الإنسان العادي البسيط في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في كل أماكن التجمع، أن تتحرك كل الهيئات الحقوقية القانونية
أن يتحرك النقابيون ويتحرك البرلمانيون ويتحرك الشباب ويتحرك الرياضيون والفنانون والمثقفون من أجل إسقاط هذه الصفقة. نحن رسالتنا نقول ونؤكد أن فلسطين أصبحت أمانة في أعناق كل أبناء هذه الأمة، وليست فقط في عنق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني قدم من التضحيات وما زال يقدم، وقدم من الشهداء من كبار القادة وأبنائهم، وقدم من السجون، وقدم من الأسرى، وقدم من المعاقين والجرحى، وتحمل هدم البيوت، وتحمل كل هذا العنت وكل هذه الإجراءات من قبل الكيان الصهيوني، وتحمل كل هذا العذاب على مدار 70 سنة الماضية من أجل قضيته، وسيبقى ثابتا بإذن الله تعالى. سيبقى هذا الشعب الفلسطيني ثابت، هو شعبا وفصائل فلسطينية ومقاومة فلسطينية وجهاد سيبقى بإذن الله تعالى حتى قيام الساعة، حتى تتحرر فلسطين وتعود إلينا. هذا المعنى نريد أن نؤكد عليه ونحن في هذا الحراك الشعبي، ونطالب كل هذه الهيئات الرسمية والشعبية بأن تستمر في هذا الضغط حتى تسقط، لأنه هذا الضغط أخي العزيز، هذا الضغط إذا استمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ موقف رسمي قد يتزامن هذا الموقف مع مواقف أخرى على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية. لعله هذا المجرم وهذا السفاح سواء كان في الكيان الصهيوني نتنياهو، وذلك الرئيس المخبول الذي يعتقد أنه يملك العالم وبالتالي يقرر فيه كيف يشاء، أقصد ترامب، لعله يتراجع عن هذه القرار. لكن لا يمكن التراجع إلا إذا امتلكنا هذه القوة، قوة الشعوب، قوة الأنظمة، قوة الجهاد والمقاومة، قوة الحراك، قوة الكلمة، قوة الإعلام، ولعل ذلك يكون قريبا. هذه رسالتي لكم في تحرككم القادم بإذن الله تعالى.